مساء الفل على كل متابعين المغبقانجي. فيلمنا النهارده اسمه انتو ذا دارك، ومع بداية الفيلم بنشوف مبنى ضخم في شركة، وفي المبنى ده بنتعرف على واحدة من الموظفين اسمها جين اللي كانت شغالة لحد وقت متأخر قوي، وكانت مقررة السفر لنيويورك عشان تعمل مفاجأة لحبيبها بمناسبة عيد الحب. ولما بتخلص شغل بتلم حاجتها وتخرج عشان تسافر. وفي الوقت ده بنشوف واحد في الدور التاني جوه الحمام اسمه جاي، وبنشوف ان في ميه جت على بنطلونه بالغلط، وبيستنى لحد ما بنطلونه ينشف وبعدها بيخرج. بس بنلاحظ ان هو بخارج دايما باصص في تليفونه زي ما بيكون بيراقب حاجة، وبيركب نفس الاسانسير اللي بتكون جين فيه، ومحدش فيهم كان يعرف التاني. وبيحاول جاي يفتح مع جين كلام، بس بيبان ان جين انها مش مهتمة خالص، لحد ما عينه بتيجي على رسمة على الحيطة لطفل صغير محبوس جوه الصندوق. واول ما يوري جين الرسمة بيبدأوا يتناقشوا مع بعض، بس فجأة الاسانسير بيعطل بيهم وما بيبقوش عارفين ايه اللي حصل. بس بيدوروا على زرار الطوارئ وبيحاولوا يتصلوا بالامن، لكن للاسف محدش بيرد عليهم، وبيفضلوا يشاوروا للكاميرا عشان الامن يفهم انهم في مشكلة، بس برضه محدش بيعبرهم وما بيجيلهمش اي رد. ولما بيجربوا يتصلوا بحد يساعدهم بيلاقوا ان مفيش شبكة وما بقوش عارفين يعملوا ايه. وساعتها جيم بتتعصب جدا عشان كده هتفوتها الطيارة اللي كانت رايحة تقابل بيها حبيبها. وبدأ جاي يحاول يهديها شوية وبدأ يتكلم معاها ويتعرف عليها، فبتقول له انها شغالة هنا مديرة حسابات، وهو بيقول لها انه موظف جديد في المكتب. بس وهو بيتكلم بيفتكر ان في مخرج طوارئ من خلال السقف للاسانسير، فيساعدها ويشيلها تحاول تفتحه وتبذل مجهود كبير لكن من غير فايدة. وللأسف بتتعور في ايديها، والشعور ده بيخليها تتعصب اكتر. وبيلاقوا ان هم عدى عليهم ساعة وبيبدأوا يتعرفوا على بعض اكتر. ولما تقول له انها عطشانة بيطلع من شنطته ازازة مية وبيديها لها، وبيقول لها انه كمان معاه ازازة واين اداها له واحد من العملاء هدية. بس جيم بتفكر دلوقتي هم هيفضلوا محبوسين في الاسانسير 5 ايام ازاي والاجازة دي كلها، وهيقدروا يكملوا ولا لا. وساعتها جيم بتحس انها عاوزة تدخل الحمام بس ما بتعملش كده قدامه وبتكون مكسوفة جدا. بس هو بيطمنها وبيقول لها مفيش داعي للخجل، وبيقترح عليها كمان تستعمل ازازة فاضية ولف وشه وسد ودانه عشان تقدر تعمل كده. وفعلا جين بتقضي حاجتها في الازازة، ولما بتهدى شوية بترسم صورة البنت جوه الصندوق مع الطفل اللي كان موجود، وده بتشبههم بحالتهم وهما الاتنين. وبتعدي الساعات وهما بيتكلموا ويهزروا ويلعبوا مع بعض، وهنا جيم بتسأله إن كان مصاحب ولا لأ، فبيقول لها لا مصاحب ولا ليه أصحاب ولا حد يعرف أصلا إنه شغال في المبنى ده. وهي كمان بتحكي إنها كانت مخططة تسافر تفاجئ حبيبها السابق، وساعتها بيفتح الواين ويشربوا على الساعة 1 بالليل ويقعدوا يرسموا مع بعض عشان يعدوا الوقت. وبيصارحها وبيقول لها إنه مخبي عليها حاجة وإنه شافها قبل كده كذا مرة، وبيقول لها إنها جميلة جدا وإنه معجب بيها. ولما جين سمعته حست بالخجل وضحكت، بس بعدها رسمها وكان رسمها بطريقة جميلة. أما هي رسمته وكانت عاملاه شخصية كرتونية، فقالت له غير الموضوع وتعالى نتكلم عن حاجة تانية. قال لها ممكن نتكلم عن الجنس، ووافقت جين. وبدأ كل واحد فيهم يتكلم عن علاقاته السابقة وأسراره ورغبات، وهم بيتكلموا بيقربوا من بعض وبيعملوا علاقة في الأسانسير. وبعدها بيقول لها إنه حاسس إنه هيقع في حبها، لكنها بتقول له إنها بتحب حبيبها السابق، وإنهم لما يخرجوا من هنا كل واحد فيهم هيروح في حتة وممكن ما يتقابلوش تاني أصلا. أما جي كان عاوز يعرفها أكتر وياخد خطوة في علاقتهم، بس ساعتها قالت له إن اللي حصل ما بينهم دلوقتي ده مجرد لحظة متعة وإحنا انبسطنا بيها إحنا الاتنين، بس ده مش معناه إن أنا وقعت في حبك. وهي بتقول له إن مش لازم تحصل حاجة ما بينهم بعد كده. ولما بيسمع منها الكلام ده وبيحس بالرفض بيبدأ يتعصب جدا وينفعل عليها، وبيعترف لها إنه فعلا بيحبها. وبيقول لها على الحقيقة الكاملة، إنه مش موظف جديد ولا حاجة في الشركة، وإنه موظف بيشوفها كل يوم وعارف كل تفاصيلها وحافظها، وقد ايه هي بتشتغل وقت زيادة عن الكل. ده مش بس كده، ده كمان بيوريها فيديو ليها في كاميرات المراقبة بتاعة الشركة، وساعتها بتعرف ان جاي هو حارس الامن اللي بيقعد ورا شاشات المراقبة بتاعة المبنى، وكان معجب بيها وعاوز يوصل لها بأي طريقة. وده معناه ان كل اللي حصل ما بينهم وحبسهم في الاسانسير ما كانش صدفة خالص، ده كان مخطط ليه من الاول. بس لما لقاها مش مهتمة بيه طلع مفتاح الطوارئ وقال لها لو عايزة تخرجي دلوقتي اخرجي. ساعتها انفجرت فيه وهزقته واتهمته بخطفها، واتوعدت له بمجرد خروجها من هنا هتبلغ عنه الشرطة. بس للأسف أول ما قالت له كده رجع وقف الأسانسير وسحب المفتاح، وبدأ يدخلوا مع بعض في شد المفتاح لحد ما اتكسر جوه الأسانسير. وللأسف هما الاتنين بقوا محبوسين فعلا. وانهارت جين وبقت مصدومة ومش قادرة تتنفس وبتصرخ فيه عشان الورطة اللي هما فيها دي كلها بسبب غبائه.
فمسكت كعب جزمتها وضربته جامد بيه لحد ما نزف، وجاي برضه خبط راسها في الارض وفقدوا الوعي هما الاتنين. وبعد فتره فاقوا، وسالته جين ازاي مفيش الا حارس واحد في المبنى كله، وقال لها انهم 3 حراس لكن اداهم كلهم اجازه وخد مكانهم. وهي بتوصفه بالمجرم والخاطف، وساعتها بيتعصب اكتر عليها وبيخبطها في الاسانسير، وبيفتش في شنطتها وبيلاقي قميص كان شارياه لحبيبها بيلبسه، وبيأمرها تفتح الهدية التانية وبتفتحها وهي خايفة منه. وكانت الهدية سيجارة وولاعة خاصة بيولعها، وبيفضل يضايقها، وجين ساكتة ومرعوبة منه لأنها حست قد إيه إنه سايكوباتي ومجنون. وبعد كام ساعة بياخد باله إن مفيش مسامير في الأسانسير، وده معناه إن أكيد في مخرج طوارئ. فبيبدأ يدور لحد ما بيقدر يلاقي في السقف في فتحة، ويطلب منها إنها تساعده عشان يقدروا يخرجوا. ولما يطلع هيفتح لها الباب، لكن جين ما كانتش واثقة فيه، بس قالت له أنا مش هقدر أرفعك أصلا، وقالت له ساعدني أنت تخرج وهطلع وافتح لك الباب. في الأول رفض عشان خايف لحسن تخونه، لكنها وعدته إنها مش هتبلغ الشرطة بأي حاجة، هي المهم عندها إنها تخرج من هنا أصلا. وقالت له طيب يلا نخرج مع بعض، وحاول تساعدني ونحاول مع بعض. وساعتها بتوصل جين الأول بس بتخونه وترفض تساعده، وجين بتطلع ناحية باب الخروج، بس جاي ما بيستسلمش ويعمل حبل من الملابس وبيقدر يخرج من الاسانسير ويطلع وراها بسرعة. وكانت خلاص قدام الباب وهتخرج، نط وشدها وهما الاتنين وقعوا على الاسانسير مرة تانية وفقدوا وعيهم. ولكن جين بتفوق قبله، تحاول تحرق شوية ورق عشان انذار الحريق يشتغل وإدارة المطافي تيجي تنقذهم. ولما جاي بيفوق بيلاقي جين مثبتاه وماسكة قطع السيجار وبتهدده بيه انها هتعوره جامد لو هو فكر يعمل لها حاجة. بس هو ساعتها بيخاف وبيعيط وبيقول لها مش هيعمل لها حاجة. فبترجع عن قرارها وتصوروا فيديو فيه اعتراف كامل ليه باللي هو عمله عشان لما تخرج تبلغ عنه. وبعد ما بيعترف بكل حاجة بيقول لها انه زمان كان شغال مدير في مكتب كبير وكان ناجح جدا، بس حياته اتغيرت بعد ما عمل علاقة مع واحدة في العربية وهم سايقين، وساعتها عمل حادثة والبنت ماتت واتحبس هو 6 شهور. بس لما خرج من السجن مفيش شركة وافقت تعينه أبدا، عشان كده قبل بوظيفة حارس أمن لأنه كان مضطر، وإنه عمل خطة الأسانسير دي بس عشان عرف إنها مش هتبص لواحد زيه في وظيفته دي. بس بره الأسانسير بنشوف واحد تاني اسمه تيدي من الأمن جاي ومعاه واحدة صاحبته عشان تشوف المبنى، وتيدي بيشوفهم محبوسين في الأسانسير وبيجري عليهم عشان يساعدهم بسرعة، وبيفتح فعلا الباب لكن الأسانسير ما كانش قدام الباب. وطلب جاي من تيدي إنه يدخل عشان يفتح الباب من جوه، وأول ما تيدي طلع ضربوا جاي بعنف لحد ما موته. وجين هنا كانت مرعوبة ومش قادرة تتحرك من الصدمة اللي بتشوفها. بعدها أخدها جاي وحبسها في صندوق عربيته ووعدها إنه هيقتلها، وقال لها بالحرف طالما مش هتبقي بتاعتي يبقى مش هتبقي بتاعت حد أصلا. وربطها كويس ونظف مكان الدم وغير هدومه، وراح لكاميرات المراقبة ومسح كل ملفات الفيديو اللي حصلت عشان ما يبقاش عليه أي دليل عن اللي حصل ده كله. ولما شاف صاحبة تيدي هجم عليها وموتها هي كمان، وبعدها ركب عربيته وخد جين اللي محطوطة جوه صندوق العربية ومشي، وراح لشارع مهجور ضلمة جدا وكب بنزين في صندوق زبالة كبير عشان يرمي فيه جين ويولع فيها. بس أول ما فتح الصندوق جين هجمته بقوة وهو ما كانش متوقع ده، وبتحاول تهرب بعربيته. بس جين في آخر لحظة بتغير رأيها وبتلف وتسوق بسرعة رهيبة ناحيته وبتخبطه توقعه جوه صندوق الزبالة. وساعتها بتخرج جين وبتلاقيه مش قادر يتحرك تماما، وبتطلع السيجار وتولعه وهو باصص لها بخوف شديد جدا، وبتبعد عنه بخطوتين وبترمي السيجار اللي كانت جايباه لحبيبها جوه الصندوق، وبتشوفه وهو بيتحرق وبيصرخ وياخد جزاؤه على كل اللي عمله فيها. وانتصرت جين في النهاية وقدرت انها تنجى، وبكده يكون فيلمنا خلص. لو عجبك ما تنساش اللايك والشير، وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان تشوفوا كل جديد. انا رامز عادل وده المغبى انجي. سلام.